ازاي تختار احسن كورس انجليزي وما تضيعش وقتك في الكورس الغلط؟ اللغه مش مجرد كلمات وجمل، دي مهاره بتتعلمها بالممارسه والتكرار، وعشان كده لازم تختار الكورس الصح اللي ياسسك من اول خطوه ويوصلك لمستوى تقدر تتكلم فيه بطلاقه وثقه. وهقول لك دلوقتي 6 علامات لو لقيتها في كورس تعرف انك في المكان الصح. اول حاجه، لازم الكورس يشتغل على كل مهارات اللغه مش بس القراءه والكتابه. لازم تسمع وتتكلم ويكون ليك مساحه كافيه في وقت الكورس انك تتكلم فيها بنفسك، لان مفيش حد بيتعلم يتكلم من غير ما يتكلم فعلا. تاني حاجه، ان الكورس يبدا معاك بالممارسه والتطبيق من اول يوم مش بعد ما توصل لمرحله متقدمه، علشان ما تنساش اللي بتتعلمه لازم تبدا تتكلم اول ما تبدا تتعلم. تالت حاجه، الكورس لازم يكون تفاعلي، اللغه محتاجه حد يسمعك يرد عليك يساعدك تغلط وتتعلم، مش كورس اونلاين بتتفرج عليه لوحدك كانه حلقه في مسلسل. رابع حاجه، وللاسف ناس كتير بتنسى تركز عليها، هل الكورس قريب منك او مواعيده مناسبه معاك؟ مع احترامي الحماس البدايات، لكن الاستمراريه بتعتمد على اختيار مكان وميعاد سهل تلتزم بيه وسط زحمه يومك ومسؤولياتك. خامس حاجه هي صعبه شويه، وهي ان في الكورس مش بس المدرب بيقيمك، انت كمان بتقيم المدرب قبل ما تبدا، تتاكد انه مؤهل وخبير متدرب بشكل اكاديمي معاه خبره عمليه او شهاده معتمده في التدريس. سادس حاجه لازم تكون في بالك ان الكورس مش بس طالب ومدرب، لكن لازم تطمن ان في فريق بيتابعك وبيرد على اسئلتك، ينظم معاك مواعيد الكورس ويتابع معاك تسليم التاسكس ويساعدك لو وقف قدامك اي حاجه في السيستم. الست شروط دول صعب تلاقيهم في كورس واحد، بس ذا برو انجلش جمعتها لك في مكان واحد عشان وقتك ما يضيعش في كورسات بتدي معلومات وخلاص. ذا برو انجلش بتقدم لك تجربه مختلفه، تاسيس لغوي قوي، تدريب عملي، وممارسه حقيقيه للكلام بالانجلش بامريكان اكسنت، وده وسط مجتمع بيشجعك ومدربين متخصصين، لان هدفنا انك توصل للطلاقه وتستخدم الانجليزي بتلقائيه تفتح لك ابواب شغل وسفر ونجاح. سجل بياناتك دلوقتي من اللينك الظاهر على الشاشه واحجز مكانك قبل ما خصوماتنا تفوتك.